السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة هنعمل مع بعض فيديو حلو قوي فيه انواع محاشي حلوة ومشكلة لكل الناس اللي بتنبهر بالمحشي بتاعي وعايزين يعرفوا طريقته ازاي. من غير ما نطول على بعض كده هنقول لكم على طول. هنعمل مع بعض النهاردة المحشي بتاعنا طريقتي بالخلطة بتاعتي بالسر، التكات والحركات اللي فيه اللي كل اللي بياكله بيقول لي عملتيه ازاي. المحشي بتاعك لازم يتدرس. المحشي بتاعنا لما بنطلعه في الاوردرات يا جماعة، في اوردرات شغل، الناس اللي هي تقول لي وهم طعمه تحفه، احنا ما دقناش محشي بالطعامه دي، ما دقناش محشي بالحلاوه دي. وبيرجعوا يطلبوا تاني. فانا هقول لك النهارده على الاسرار بتاعتي، وهقول لك الحاجات البسيطه جدا اللي بعملها في المحشي بخليه يفرق طعمه عن اي محشي كلتيه قبل كده. تعالوا معايا كده نشوف بقى هنعمله ازاي، وركزي معايا كده في الفيديو. بس قبل ما نبدا الفيديو بتاعنا زي ما انتم عارفين ومتعودين، نضغط لايك وشير واشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد بعد كده. زي ما انتم شايفين معايا طبعا انا جايبه كرومبه كده، قطعتها بالشكل اللي انتم شفتوه. لو عندك حله كبيره بتسيبي الكرومبه زي ما هي، ما بتطلعيش منها الورق زي ما انا عملت كده. لو الحله بتاعتك مش هتاخد الكرومبه كلها بتعملي زي ما انا عملت كده. وبيكون معانا حله على النار فيها ميه بتغلي. الكرنب بتاعك لو كرنب صيفي بتحطي معاه شويه ملح، لو كرنب شتوي من اللي هو المسكر اللي بيستوي بسرعه ده مش محتاجه انك تحطي معاه ملح وهو بيتسلق. ودي نصيحه مني، جربوا الطريقه اللي انا بقول لكم عليها دي. افكركم تاني باللايك ولحد ما نسلق الكرنب بتاعنا ونشوف هنعمله ازاي. هنكرر بقى كده لحد ايه ما يخلص كميه الكرنب اللي معايا. وبعد كده تعالوا نعمل مع بعض الصلصه الخطيره اللي هتخلي المحشي بتاعك وهم. اول حاجه بنجيب معانا هنا حله على النار، وبنحط فيها شويه زيت حلوين كده لان نعمل كميه صلصه كبيره. وطبعا سمنه بقى او زبده اللي تفضليه مع الزيت. لازم كده يبقى خليط مع بعضه. ومحدش يقول لي ده كتير يا جماعه، انا هعمل كميه صلصه. وبعدين في حاجه كمان، المحشي من الحاجات اللي لازم تكون مخدومه كويس، لازم تكون واخده كميه دسم كويسه عشان يطلع طعمها كويس معاكي. انا باكل الاكل كله ني في ني، والاكل مسلوق وكل حاجه، بس بنيجي عند المحشي بالذات ولازم يتعمل كده. مش هتفرق بقى مره، احنا مش هناكله كل يوم، زودي الدسم في الحاجه كده عشان تحس بطعمها. بنحط بقى كميه الزيت والسمنه اللي انتوا شايفينها دي. وبعدين يكون عندنا بصل كتير، روح المحشي كله في التسبيكه بتاعته. البصل لازم يكون معاكي كميه بصل حلوه كده عشان تديكي طعم حلو. حطيت بقى هنا الزيت والسمنه زي ما قلت لكم، او الزبده زي ما تفضلي. وكميه البصل بتاعتي مقطعاها. وفي حاجه كمان بقى بتفرق معانا، البصل لما بتقطعيه على ايدك زي ما انتم شايفين احسن ما بتعمليه في الكبه. يعني دي بتفرق جدا في الطعم. بسيبه بقى يتحمر معايا. وبعد كده لما بيوصل معايا بقى للمرحله دي، بصوا انا حمرته كده زي بصل الكشري. يعني في ناس بتدبل البصلايه كده وخلاص وبيشتغلوا عادي، دي برضو بتفرق معاكي لما بتوصلي البصله للون الذهبي اللي انتوا شايفينه ده زي بصل الكشري كده. بتدي طعم خطير خطير خطير. انا كل كلمه بقولها لكم انا واثقه منها جدا. بس انتوا جربوا وهتعرفوا انا بتكلم في ايه وبقول ايه، هتحسوا بالفرق جدا. وبنزل بقى بعد كده لما البصله بتوصل معايا للون ده بحط عليها عصير الطماطم بتاعي على حسب الكميه اللي انت هتعمليها. ما عندكيش طماطم فريش طبعا بتكون احلى بكتير. بس لو ما عندكيش بتطلعي عادي صلصه من اللي انت مخزناها، بس تكون صلصه فريش. يعني ما نجيبش صلصه متسبكه نيجي نسبكها مع المحشي ونعمل بيها. ركزوا في الكلام اللي انا بقوله كويس يا جماعه. يا طماطم فريش انت مخزناها في الفريزر، يا تعملي طماطم لسه طازه تضربيها في الخلاط طازه وتعملي بيها المحشي. الحاجات دي بتفرق جدا. بحط بقى الملح بتاعي من الاول كده في الصلصه واسيبه يتسبك معاها. لما الصلصه بتاعتي بتغلي شويه، بصوا لما بتوصل كده للمرحله دي تغلي نص كام غلوه كده يعني. ببتدي انزل عليها بشويه من الخضره بتاعتي. ويفضل تكون كزبره بس، يعني ما بنزلش بخضره مشكله في الصلصه، بنزل كزبره خضره بس. بتفرق جدا جدا جدا، بتخلي الصلصه، لا دي صلصه محشي مش اي صلصه عاديه انت بتعمليها، ولا اي صلصه عاديه كده على الماشي كده، لا دي تسبيكه محشي بجد. بحطها بقى وبسيبها تتسبك للاخر لحد ما بتستوي معايا. وبعد كده انا طبعا بقيه الخضره معايا بتكون خضره مشكله اللي هستخدمها معايا في باقي المحشي. وبعد كده ده شكل الصلصه معايا زي بعد ما اتسبكت. بصوا بقى انا بسبكها على الاخر، ما بخليش فيها ذره ميه. معانا بقى هنا دي الخضره المشكله بتاعتنا، ونيجي للسر بتاعي اللي انا هقول لكم عليه. شايفين العيدان البسيطه دي اللي احنا بنقطعها من الخضره في الاول، واحنا قبل ما بنخرط الخضره بتاعتنا. انا مش برميها بقى، انا باخدها معايا هنا وبقطع معاها فلفل او شطه.
حراقه بقى او بارده زي ما تفضلي، وبضربهم مع بعض في الكبه. لما بتضربي الفلفل مع شويه الخضره دول بيدوا طعم رهيب جدا، بيفرقوا جدا في طعم المحشي بتاعك، بيخلوه طعمه حلو جدا. انا بقى دلوقتي معايا بقى الصلصه بتاعتي اهي، بنكون غاسلين كميه من الرز ومصفيينه كويس وبحطه على الصلصه، وبعدين بننزل بالخضره المشكله بتاعتنا، كزبره وشبت وبقدونس، وبنحط طبعا التتبيله اللي احنا ضربناها دي في الخلاط في الكبه بتاعتنا، او لو ما عندكيش كبه بتدقيها الفلفل مع عيدان الخضره دي وبتحطيهم. بصوا بقى شكلها، انا ضربتها في الكبه ده شكلها، والله يا جماعه والله العظيم بتفرق جدا في طعم المحشي. وبعد كده بنحط بقى مع بعض ايه التوابل بتاعتنا. انا بحط كمون في المحشي يا جماعه، في ناس بتقولك لا كمون ازاي وكده، لا جربي وهتعرفي ان في فرق. معلقه كبيره كده من الكمون، وبعد كده وبحط معلقه كمان من السبع بهارات. بلاش بهارات محشي لاني ما بحس ان هي مش بتفرق. انا هنا حطيت كده الكمون وهحط السبع بهارات، وبعد كده بحط معاه برضو رشه من الكزبره لو حابين، وبنحط كمان بنظبط الملح بتاعنا. وبعد كده بنحط ايه بعد الملح كده والحاجات اللي احنا حطيناها دي، بنحط شويه فلفل لو حابين برضو، هو مش بيفرق كتير في الطعم، بس انا بحطه مع التوابل يعني. وبعد كده بنقلب بقى ايه الخلطة بتاعتنا الجميلة الرهيبة دي، اللي كل اللي هيدوق المحشي بتاعك هيعرف ان في فرق كبير جدا، وهيسألك على سر الخلطة عملتيها ازاي. بجد بجد هيشرفك جدا جدا. بعد ما نقلب بقى الخلطة بتاعتنا دي كويس، نبتدي بقى نحشي مع بعض. بصوا شايفين شكل الرز معايا عامل ازاي؟ لازم يكون لونه احمر كده وجميل. انا هنا فرشت كده كام ورقة خضراء في الحلة اللي هحشي فيها. وبنبتدي بقى نقطع الورق مع بعض. بصوا انت ممكن تقطعي الورق كده زي ما انا مقطعاه كده، وتكوني مقطعاه جاهز جنبك وتشتغلي على طول، او بتقطعي ورقه ورقه وتشتغلي زي ما انت بتحبي على طول. بصوا بقى انا بلف صابع المحشي ازاي. انا بحط الرز وببتدي الف كده على بره، في ناس بتلف كده على جوه كده، يعني هو على حسب ما انت اتعودتي وعلى حسب ما انت ايه بتعرفي تلفيه. المهم تلفي الصابع المحشي بتاعك كويس ومقفول كويس عشان ما يفتحش منك او ما يفكش منك في الحله وهو بيستوي. انا طبعا بقى هعمل كل الكميه اللي معايا دي، بس انا هرص الرقه الاولانيه الاول زي ما انتم شايفين كده، واوريكم انا برص حله المحشي ازاي، لان الرصه بتاعتي برضو ليها سر. يعني بصوا انا بمشي كده واحد بالطول وواحد بالعرض، يعني بمشي بشتغل الصفه الاولانيه بالطول مثلا، وبشتغل التانية عليها بالعرض، بيبقى مرصوص كله فوق بعضه كده بالعكس. انما لو رصيناه كله في صف اتجاه واحد كده وهو بيغلي مع النار ممكن يفك منك وتلاقي الرز ملى الحله. فالرصه كمان بتفرق معاكي على فكره، لما بترصيه كده بيبقى كله ساند بعضه في قلب الحله بتاعتك، وبيخلي شكله متناسق كده ولما بيستوي في الاخر. المحشي ده هيفرق معاكي جدا زي ما قلت لك. اتمنى ان شاء الله ان انتوا تجربوا الطريقه. ده كده معايا المحشي بتاعي بعد ما رصيته كله في الحله، وانا بحط شويه ورق كده من بتاع المحشي فوق، بنحب ناكله كده لما بيستوي. ونبتدي بقى نسقي المحشي بتاعنا بالشوربه. في ناس بقى بتوصل لحد هنا والمحشي بيعجن منها او ما بيستويش. هقولك ازاي تشربي المحشي بتاعك شوربه مظبوطه او كميه مظبوطه. احنا بنفضل نحط شوربه زي ما انتم شايفين، انا بحط كده لحد ما بيوصل معايا لاول لاخر حاجه احنا حاطينها من المحشي. وبعد كده بنبتدي نهز الحله هزه جامده، يعني نخلي الشوربه تنزل ما بين صوابع المحشي كلها. وبعد كده من الهزه دي لو لقينا الشوربه نقصت معانا بنبتدي نكمل تاني لحد اول محشي ما احنا مش شوربه. يعني بصوا انا اخر الشوربه بيبقى كده مغطيه يا دوب جايبه اول صباع انت عاملاه. بعد كده بنولع عليه على نار عاليه جدا لحد ما يغلي معانا ويتشرب، ونوطي النار عليه.